اهلا اصدقائي، معاكم يوسف. الحلقه دي هوريكم محل يعتبر في ناس بتحب الحاجات دي. عارفين جودويل ده اللي هو بتروح تشتري حاجات مستعمله من هناك، الناس مش عايزاها فبيبيعوها طبعا بسعر رمزي، حاجات ب$4 وب$5. ده بقى اعلى من جودويل، ده حاجه انضف منه. بس برضو الناس بتبقى جايه متبرعه بالحاجات دي، هم بيبيعوها باسعار رمزيه خالص يعني. وهوريكم دلوقتي الاسعار واوريكم الحاجات، حتى في عفش، في غسالات، في ثلاجات، في كذا قسم لكذا حاجه. الاول هنبتدي بالجزم والشوزات والحاجات اللي زي دي. خلينا نبص كده، يا رب بس الاقي الاسعار، عشان في حاجات مش بيبقى مكتوب عليها السعر. اهو شوز اهو ب$6، ده مستعمل. شوز تاني جنبه $6 برضو. طبعا هي مش حاجات ماركات طبعا وبراندات، بس يعني في ناس بتحب تشتري الحاجات دي. انا عن نفسي ما بحبش الحاجات دي، انا احب اشتريها كده بس. طبعا ده لو حد لسه جاي طبعا البلد جديد ومش معاه فلوس كتير قوي وعايز يشتري حاجه يمشي بيها نفسه، طبعا هتيجي محل زي ده. جزم اهو، خلينا نشوف جزمه زي دي عامله كام. $10. الهدوم، خلينا نبص على الهدوم، في جينز وفي كل حاجه. بص $4 $6، الاسعار اهي قدامكم اهي. $4 $6. طبعا في حاجات بتاعت كبار وصغيرين، وفي بدل، في قمصان اهو. بصوا بناطيل بتاع البدل بكام؟ $40. $40. سوري، لا مش $40، $6. $40 دي، لا دي ورقة غلط، السعر اهو سوري. ده ب$40 كان بيتباع بالاصل، لكن هما حاطين السعر الجديد $7. اسم المكان اهو على الريسيت، على الورقة، اسمه ديزرت اندستري. ده اسم المحل اللي انا فيه. ده عامل زي جودويل بالظبط بس على انضف، مع نظام طبعا. اديكوا شايفين اهو، بناطيل $6 $7. بناطيل بدل، بصوا عامله ازاي. حاجات طبعا هي مستعمله حقيقه، بس يعني زي ما انتم شايفين كده. ده طبعا للناس اللي هي بتيجي هنا ومش تقدرش ان هي تشتري حاجات جديدة ب50 و40 وبدلة ب500 و400$، بيبقوا عايزين حاجات مستعملة او حاجة زي كده. فطبعا ممكن تظبط معاهم دي، يعني ياخد الحاجة يغسلها هم بيبقوا غاسلينها، بس انت برضه زيادة النظافة تغسلها لما تروح البيت وكده وكده تلبسها. ديكوا شايفين الاسعار، كل حاجة $4 $6 $5 $7 $10. خليني بقى اوريكم البوتس والحاجات اللي زي دي. برضو في حاجات سيدات زي ما في حاجات رجال، في حاجات نسائي. بوت اهو بتاع سيدات عامل $8 اهو السعر اهو. شكله ما تفرقوش عن الجديد. واحد تاني $8 برضو. حاجات دي سيدات. بوت تاني اهو، حاجات للشتاء عامل $8 برضو. ده الشكل بتاعه. في الاسود، صدقني يعني انت لو لبسته او لبستيه مفيش حد هيحس. $8 مفيش حد هيحس ان ده مستعمل، ما بيبانش يعني، عادي اكنك كان عندك حاجه قديمه وطلعتيها لبستيها عادي يعني. دي بقى العفش بقى، الحاجات اللي الناس متبرعه بيه، عفش مش عايزاه. بصوا بس طبعا هو في حاجات مش حلوه قوي. دي ب$40 كنبه دي، طبعا شكلها مش حلو قوي، بس طبعا زي كده بقى انت بتروح تنقي وتشوف ايه الحلو واللي يعجبك وانت تاخده. طبعا بتبقى حاجات متجرحه، حاجات مش متجرحه، انت وحظك، انت بتشوف وتنقي. خلينا نبص. كنبه اهي، شكلها مش وحش ولا حلو، حاجه كده ما بين البنين. $70 الكنبه الخضرا دي، بس عامله $70 بالمخدات بتاعتها وكله. وفي ده جلد، بس طبعا الجلد متاكل شويه.
عامل كام؟ 40 دولار. طبعا الحاجات دي غاليه، يعني انت لو رحت جبت كنبه زي دي من محل هتقف عليك ب 300 دولار ولا 200 دولار بس جديده. لما تشتريها ب 70 دولار ولا 40 دولار طبعا هتفرق. لو انت لسه جاي جديد يعني مش تقدرش تشتري حاجات ب 2500 وب 700، تيجي بقى بتشتري لك حاجات زي كده من المحلات اللي زي دي. فبتنفع حقيقة في ناس بيبقوا لسه جايين ظروفهم صعبة يعني، فبتمشي معاهم الحاجات دي مؤقتا يعني. لان انت جاي مش اول ما تيجي هتقوم ظريف لك 70 ده ظريف لك 4000 دولار ولا 5000 دولار عمال تشتري في عفش بيت وتشتري في هدوم وتشتري. لا هتبقى في الاول يعني مش هتقدر. فممكن تيجي تشتري لك حاجات تمشي بيها نفسك بس اول سنة، وبعد كده يا باشا روح اشتري كده عفش ثمنه 10000 دولار، محدش هيقول لك لا. طبعا في ناس هتطلع تقول لي لا انا ما اخش المحل ده لو هموت وما اعرفش ايه. يا عم انت راجل معاك فلوس، يا عم في ناس تانية مش معاها فلوس. مش معنى ان انت معاك فلوس فهيبقى وحشه، فيبقى كل الناس ما تستغناش، المحل مليان ناس اهو. هل دول مش لاقيين ياكلوا مثلا؟ لا. او ناس كلها معاها فلوس؟ لا، في ناس انا شايف شكلهم كويس معاهم عربيه بي ام بره واودي وحاجات زي كده والدنيا تمام يعني. بس لا، في ناس بتحب توفر، سميها زي ما تسميها بقى. فانت بص، لو انت شايف نفسك معاك فلوس وشايف الفيديو ده ايه اللي انت بتعمله، بتصور ايه ده، لما اخش ما تخشش انت المحل ده، ما تتفرجش على الفيديو، يعني ما تتعبناش معاك. الكلام ده للناس اللي جايه مش معاها فلوس قوي يا باشا. ده في ناس بقول لهم انتوا جايين امريكا معاكم كام؟ يقول لي معايا 2000 دولار. 2000 دولار دي بذمتك هتجيب له، هيروح يشتري عفش يدفع له 3000 4000 دولار هو جاي معاه 2000 دولار؟ تقول لي هو بقى ما جاي مش عارف، مش مظبط اموره، او يا عم هو ظروفه كده، فاللي ظروفه كده يموت؟ لا، اديني بوريه على الاقل اهو يعيش يعمل اي حاجه بدل ما يتبهدل. ابقى احسن ما انت ما بتقولش حاجه خالص وبتخبي. 30 دولار اهو. ده عباره عن بتاع كده، وفي ادوات كهربائيه واسلاك. بتاع من زي اللي احنا ده بكام؟ 70 دولار كل ده على بعضه. نيش. طبعا حاجات مكتب، لو انت عندك طفل مثلا عايز يذاكر فممكن تشتري مكتب زي ده. طبعا هو شكله مش حلو ومتجرح، بس لو انت جاي وظروفك زي ما انا بقول كده صعبه، بتشتري حاجه زي دي مؤقتا لغايه لما تمشي بس دنيتك بس. توستر، حاجات بتاعت قهوه، في نجف، في اباجورات، في كل حاجه، مراوح. بس فاتمنى تكونوا فهمتوا الفكره. بس الناس اللي بتطلع تهاجم وتقول لك انا ما اخشش المحل ده وما اعملش ما اعرفش ايه ولو هموت، يا عم انت في معاك، في غيرك مش معاك، في غيرك تعبان، فعلى الاقل انا ما بخبيش زيك، بعرفه يعمل ايه ويروح. ما انت معلش يعني، انت عايز تفهمني ان انت اللي جيت امريكا، جيت اول ما جيت ظرفت لك 10000 دولار، جبت لك عفش وجبت لك تلفزيون، ما تشتغلوناش، ما تشتغلوش الناس. انت اول ما جيت اشتريت حاجات من هنا تمشي بيها نفسك وتمشي بيها امورك اول سنه، وبعد كده اشتريت. لكن ما تحسسناش ان انت جاي من سويسرا. حضرتك انت جاي من مصر ولا جاي من اي دوله عربيه يعني، جاي الدولار متحوله بفلوس قد كده، فما تشتغلناش. انا اعرف ناس حولت كان معاهم ملايين في مصر، حولوها هنا وجم مش عايزين يصرفوا اول ما يجوا، لسه مش عارفين دنيتهم، فيجوا يشتروا حاجات زي كده في الاول بس مؤقتا. وهم مش لازم تشتري كل حاجه من هنا، ممكن تشتري بس حاجات معينه، بدل ما تقعد. الناس بتيجي اول ما تيجي من مصر بتيجي هنا، تيجي بدل تقوم نايمه على الارض تقوم تنام على سوري، تجيب اللي هي الاير ماترس دي، اللي هي المرتبه الهوائيه من ويل مارت والحتت دي، بدل ما يجيب له مرتبه هوائيه وتبقى مش حلوه ومتعبه في نومتها، ممكن يجيب له سرير من هنا رخيص عامل 40 دولار، وهو سرير مستعمل وشكله مش ومجرح، بس سرير احسن ما يبقى نايم على اللي هي المرتبه الهوائيه، الوساده الهوائيه دي، ولا المرتبه الهوائيه دي مش حلوه خالص، متعبه. فلا طبعا، لا طبعا، تمشي نفس امورك اول ما تيجي. حاجات زي دي تنفعك. تسمعوش كلام المغفلين اللي بيقولوا لكم لا انا ما هخش القرف ده، يا عم قرف خليها قرف ليك، قرف ليك. في الناس تانية مش معاها فلوس وتحب قوي الكلام ده وما تيجي.
خليك انت كده ايه، معايشين الناس ان انتوا كنتوا عايشين ملوك. انت لو كنت قاعد في مصر ملك ما قعدتش فيها ليه حبيبي؟ اللي معاه فلوس في مصر ما بيمشيش، بيبقى قاعد. لكن اللي بيمشي اللي هو تعب خلاص، هو وصل بيه الحال ان انا مش قادر اقعد في مصر، خلاص تعبت ومش معايا فلوس، او مش هيبقى معايا لو قعدت كملت. حاجات بتاعت جيم اهي، مكاتب. الترابيزه دي حلوه، عامله كام؟ عامله $45 بس طبعا من غير الحاجات اللي عليها دي. بتاخدها ترابيزه المذاكره او حاجه زي كده. المكنه بتاعت مشايه، طبعا هي قديمه وزي ما انتم شايفين كده الحاله بتاعتها مش قويه، مش حلوه قوي، بس اهي حاجه برضو خلاص. عامله $70. دي بتبقى شغاله، مفيش حاجه هنا بيبيعوها مش شغاله، ولو حاجه مش شغاله بتيجي ترجعها تاخد فلوسك تاني. بتاعت الجيم دي لو انت قاعد بتعمل بقى تمرين البطن والحاجات اللي زي دي، او عقله اهي، حاجه مستعمله لما تجيب لك واحده جديده. عامله $40. عامله $40. عندهم حاجات للناس اللي هي مثلا متجبس او حاجه فبيجيب له حاجه زي دي. بص في كل حاجه، في عكازات، في كراسي بتاعت ناس كبار في السن. بدل ما تروح تشتري لك كرسي جديد يكلفك $300-400، انت ممكن تشتري من هنا ب$20. بدل ما تروح تشتري لك واحد ب400 وابنك اللي متجبس ده هيقعد له فيه شهر وتبقى دفعت $400 عشان شهر. لا يا باشا، انت ممكن تيجي هنا تشتريه ب$20 وبعد كده تاخده رميه بعد لما ابنك يخف. بص عكازات اهي بالهبل. بكام؟ $5. الاتنين دول $5. اي واحد عكاز من دول $5. شنط بتاعت سفر او شنط عادية. آلات طبعة بكام؟ $45. بص مكنة اللي هي بتاعت اللي بتلاقيها في المكاتب في مصر، اللي يتصور تعمل لك تطبع وتعمل كل حاجة. $45. طبعا شكلها مش حلو بس بتطبع، بتقوم بمهمتها. كراسي، كام الكرسي؟ $8. $5. كراسي شكلها حلو اهي، $40 الواحد، سوري الاتنين $40، يعني الواحد $20. كراسي تانية اللي هي اللي بتتفتح دي، ده عامل كام اللي بيتفتح هنا؟ عامل $8 الواحد. وفي لعب اطفال وسجاجيد وبص هنا وكوبايات، كل حاجه. لو انت جاي جديد انا بنصحك تيجي المحل ده. لو انت طبعا مش معكش فلوس تقدر تشتري لك عفش جديد وحاجات جديد، تعالى يا باشا هنا اشتري لك كل حاجه من المحل ده او المحلات اللي شبه دي. اول سنه بس تتعدل حالتك وتبقى معاك وتشتغل شغلانه كويسه وربنا يرزقك، وبعد كده يا عم خد الحاجات ارميها وروح هات لك عفش جديد وهات لك دنيا جديده. اهو حاجات بتاعت سراير اهي اهو دي، ويبقى معاها الخشب بتاعها. انت بقى بيبقوا مفكينه طبعا، انت بتاخده وتعمله اهو. سرير $10. بتاخد دي انت بتركب في البيت السرير، بتاخد بقى الحاجات بتاعته وتركبها من غير المرتبه، السرير بس. سجاجيد، وفي عجل اطفال. انت مش قادر تشتري لك عجله $200 ولا $150 لابنك او بنتك، ممكن تيجي هنا اهو عجله اهو مستعمل طبعا. ممكن تشتريها بكام؟ العجله دي بكام؟ خلينا نبص. كام؟ $30 و$20. عجله زي الفل اهي. وطبعا في بتاعت الكبير، يعني مش الاطفال بس، ده في كمان ادي عجل كبار اهو. بكام بتاعت الكبير؟ انا بحاول اجيب لكم السعر بتاعها. اهو السعر اهو $45. بتاعت الكبير ب45. دي لو رحت اشتريتها من وول مارت جديده $200 ل $300. تشتريها من هنا ب$45 وشغاله، يعني ممكن تجربها تسوقها هنا وتمشي بيها في المحل عادي، محدش هيقول لك حاجه. الناس هيبقى ده بتجرب وتشيل وبتحط وبتعمل. سجاده جديده اهي، سجاده ب$40. سجاده ثانيه جنبيها اختها اهي
عاملة 60 دولار، حجمها كبير جدا. سجادة تانية اهي برضو دي عاملة 50 دولار، كبيرة. على فكرة الحاجات اللي انا بوريها لكم دي محدش هيوريها لكم، ومش كل الناس اللي ليه مش هيبقوا يوريها لكم، عشان لما تيجي هنا تبتدي بداية صعبة. هو عايزك اللي بيخبي ده ومش عايز يعرفك المعلومات دي، عايزك تبتدي وانت قاعد على الارض. يبقى هو قاعد وابتدى خلي بالك هو جه المحلات دي واشترى وعمل ليه عشان حد عرفه. هو مش عايز يعرفها لك، هو عايز يعيشك كده في الوهم ان امريكا صعبة والدنيا صعبة، وانت لو جيت هنا هتشحت وتقعد على البلاط. ليه تقعد على البلاط ليه؟ هو جه هنا اشترى، لكن هو يقول لك ليك انت وحشة، يقول لك لا ما تشتريش، ايه القرف ده يا عم، يجي لك مرض. يجي لك مرض ايه يا عم؟ يجي لك مرض ايه؟ يجيلكش حاجة خالص. حاجات هنا بيبقى منضفينها ونضيفة، ريحتها حتى ريحة البرسيل طالع منها، او الغسيل لين بيه الهدوم مغسولة، بس هي مستعملة، بس مغسولة. شباشب اهي وحاجات بتاعت سيدات. بصوا وفي مايوهات وفي كل حاجة، كل حاجة. بصوا المحل عامل ازاي، مليان ناس. وعلى فكرة اكتريتهم ناس بيض كمان، امريكان. بدلة اهو، بدلة اهي بكام؟ خلينا نبص. 8 دولار جاكيت بدلة ب 8 دولار يا جدعان. تيشيرتات وقمصان اهو 4 دولار، 6 دولار، 6 دولار. بناطيل بدل ب6 دولار اهو، 6 دولار. الاسعار قدام عينيكم، بغشش حد. 5 دولار و6 دولار، 4 دولار. جنسات اهي بالعبيط، حتى ما تفرقش منهم اذا كانوا جديد ولا ما تبقاش عارف، لو لبستهم اهو قدامكم اهو تحسش ان الحاجه قديمه قوي يعني. 6 دولار، 4 دولار، 5 دولار. جواكت اهي وتيشيرتات. فزي ما انا بقول لكم كده، الحاجات دي مفيش حد هيقول لكم عليها، مفيش حد هيقول، يعني لو انت رحت امريكا مفيش حد هيقول لك على الحاجات دي، عشان لما تيجي هنا تبتدي بدايه صعبه، تبقى تعبان ما تعرفش الحاجات دي، فتبقى قاعد على البلاط. او بقى تروح تشحت من تروح بقى الجوامع او الكنائس، وتروح بقى وده يذلك وده يتحكم فيك وده يقول لك انا بطلعها من بق عيالي وبديها لك عشان انت بس انا بعمل خير. والافلام هتسمع كلام زي الزفت وسم من الناس هنا. في ناس طبعا بتعمل خير ما بتحتاجش مقابل، بس قليلين. في ناس تانية يقول لك لا ما تعملش، وتيجي تقول له يا عم يقول لك ما عم ما فيش الكلام ده في امريكا، وما يحبش يعرفك الاماكن دي عشان يخليك دايما محتاج له، دايما في احتياج ليه، ودايما ما تعرفش تتحرك او تتصرف غير من غيره. عشان كده دايما بقول لكم ابعدوا على الناس دي، الناس اللي دايما عايزين يتحكموا فيكم ويعملوا حاجات زي دي، ابعدوا بعيد عنهم. الناس مش كويسين، عايزين يذلوا الناس. كاميرات اهي وتابلتات وحاجات زي كده كلها مستعمله، وتليفونات اهو، تليفون ب15، ايفونات قديمه طبعا، 15 دولار و10 دولار. كاميرات ب7 دولار و9 دولار و10 دولار. تابلت ده عامل كام؟ عامل 10 دولار. حلل، ترابيزه اهي زي الفل شكلها حلو، وسرير اهو. خلينا نبص على السرير. $50، 150، في كذا سعر الحقيقة. الترابيزة دي بكام؟ حلوة الترابيزة دي بالكرسي، كرسيين معاها كرسيين، عاملة $349 دي بس عشان جديدة. دي حد الظهر متبرع بيها ما استخدمهاش قوي، فعشان كده حاطين السعر اللي انتوا شايفين. الترابيزة بتنور. كتب هنا الناس بتحب تقرا، دايما هتلاقي كتب كتير في كل حتة، دوسيهات، شرابات، حتى في حاجات داخليه. الحاجات دي ما حدش يستخدمها، يبقى حد اشترى الحاجات دي وما استخدمهاش فراح يتبرع بيها. بيبيعوها $5 و$50، $5 ونص. بوكسرات، 3 بوكسرات، في حاجات نسائيه وفي حاجات ولاد.
ده طبعا ده لو رحت اشتريته كوتن 100% قطن. القطن ده غالي، لو رحت اشتريته من بره هيكلفك 40 و50 دولار و30 35 كده في الحدود. انت هنا ممكن تشتري $5.50. دي لعب اطفال فتحات $2.50 $5. حاجات انتيكات ده بكام؟ $25. تلسكوب يخليك تشوف القمر وانت قاعد ب$25. ده الجديد بتاعه ب150. طبعا زي ما انت شفت المحل مليان ناس. الناس بتيجي تشتري حاجات من هنا. في ناس بتحب تلاقي ساعات لقط. يعني انت ساعات ممكن تلاقي، دايما بتحصل عندنا واحدة مثلا تلاقي فازة معمولة مثلا من سنة بقالها 4000 سنة. حاجة يعني أثرية، حاجة أثرية هم مش عارفين في المحل إن دي حاجة أثرية، لأن الناس متعرفش. ودي بتبقى داخلة وهي مثلا بتشتغل في الحفريات والحاجات اللي زي دي، طبعا ساعات بتقوم لقطة إن دي إيه ده حاجة أصلية بقالها 4000 سنة، تقوم واخداها طبعا ب$5 ولا ب$10 الفازة دي، وتقوم رايحة عرضها في أوكشن ب$500,000. حصلت كذا مرة عندنا في أمريكا. واحدة لقت فازة قبل كده أثرية، واحدة لقت لوحة، واحدة لقت حاجة تبع مصر، حاجة أثرية تبع تمثال مصري تبع ما أعرفش إيه بالظبط، بس هو حاجة مصرية يعني. لقيتها وكانت فاكراها أنتيكة، يعني حاجة معمولة، طلعت في الآخر حاجة بقالها 5000 سنة أو 4500 سنة. راحت باعتها في أوكشن، جابت لها $120,000 بعد طبعا ما اتأكدت. دي بقى ناس فاهمة، ساعات بيخشوا بس يشمشموا كده في المحل على الحاجات المهمة، مش بيخشوا يشتروا، بيشتروا الحاجات اللي هم عارفين لقط بقى، حاجات تقع في ايديهم كده بس. فزي ما انتم شايفين كده الدنيا، يعني المحل حلو وفي ناس كتير. انضف من جودويل اللي هو بيبيع الحاجات المستعمله، الحقيقه ما بيعجبنيش قوي كدخول يعني. انا طبعا ما بشتريش من ده او التاني، بس اول ما جيت طبعا استخدمت محل، اشتريت منه كراسي، اشتريت منه سرير قبل كده، اشتريت منه سجاد عادي يعني. اول فتره بس، اول 5-6 شهور او سنه، لغايه لما الدنيا تظبط، وبعد كده خلاص خلصت. تروح تشتغل بقى وتروح تشتري حاجات جديده. خلاص فتره يعني من حياتك، ومش عيب ولا هو حرام. لعب اطفال اهو، تنس ومضارب وحاجات وكل حاجه، حتى في حاجات بتاعه التزلج على الجليد، وفي سنارات، وفي كل حاجه. كشافات اهي. كشاف بكام؟ $2 $1. بس طبعا ما فيهوش بطاريه، يعني انت تروح تشتري بطاريه $1. طبعا البطاريات دي غاليه. لو رحت اشتريت لك كشاف من والمارت زي دوا، هتلاقيه عامل $10 و$15. انت بتاخده من هنا $1. في حاجات للبيبيز، اذا كان بقى سراير، لعب، كرسي اللي هو بيتحرك عليه البيبي، ياخده وهو ما بيعرفش بيحبي لسه، فيقوم قاعد عليه وهو ليه رجلين كده يقعد يتحرك بيه. كوبايات، معالق، شوك، كل حاجه. بص العيال بيجوا بقى يحبوا بقى ايه الحاجات الصغيره دي، يقعدوا يلعبوا، اهاليهم يشتروها لهم بدل ما يروحوا يشتروا حاجه جديده تكلفهم $300 و$200. يقوم جايين محل زي ده، يلاقي العربيه زي دي عامله $50 ولا $40، يقوم شاريها. انتوا عارفين الاطفال طبعا بدل ما تجيب لهم حاجه $500 وتتكسر في الاخر، لا يقوم راح شايله حاجه زي دي $40، حتى لو كسرتها $40. فلا، انا بنصح اي حد لو انت جاي هنا ومش معاك فلوس، زي ما انت بتيجي اسمع ناس تقول لك انا جاي معايا $3000 $4000، تعالى يا باشا هنا، ظبط وروق نفسك، اشتري كل حاجه انت عايزها للبيت بتاعك من هنا في الاول، وبعد كده لما ربنا يفرجها عليك امسكه ارميه كله او اتبرع بيه لنفس المحل من غير فلوس، حد غيرك يستفيد بيه، واشتري الجديد. مش عيب ولا حرام ولا في اي حاجه غلط. سيبك من العقليات المريضه اللي يقول لك لا يا عم قرف، ده هو مش عايزك تشتري. زي ما انا قلت له مش هعيد تاني وازيد، انا عشان هو عايز دايما انت تحتاج ليه. خلي بالكم من الناس دي، محدش يسمع كلامهم، و
الناس اللي مش عاجبها نوعيه الفيديو اللي انا بصوره، ما يكون حدش ليه دعوه. القناه بتاعتي احط الفيديو اللي انا يعجبني، وافيد الناس بالمعلومات اللي انا عايزها. لو انت عندك معلومه تفيد والله حطها في الكومنت وانا بحترم ده، لكن تحط كومنت مش محترم فاكيد طبعا مش هاخد بيه وهعملك بلوك خالص من عندي في القناه. عندك معلومه تحطها باحترام بتاع، لكن انت قاعد متضايق، انت بتفيد الناس او انت ما اعرفش ايه، او ايه القرف اللي انت بتحطه ده، دي حاجات اي كلام، دي محل ده بيضحك عليكم، امريكا غاليه موت، مالكش دعوه، خليك في حالك. هو الناس عاجبها اللي انا بنزله وهم عايزين الكلام، هم عايزين يا عم ييجوا يشتروا الحاجات المستعمله من $4 و$5، مش عايزين يروحوا يشتروا الحاجات النظيفه اللي من جوتشي وفيرزاتشي. قشطه، كل واحد يخليه في حاله. عندك حاجه مفيده تقولها، ما عندكش تقعد ساكت حضرتك. يا اما انت روح اعمل لك قناه وورينا هتعمل في القناه بتاعتك ايه. بس حبيت اوريكم المكان عشان تبقى عندكم فكره بالاسعار وتشوفوا قدام عينيكم، مفيش حاجه بضحك عليكم فيها، الاسعار قدام عينيكم اهي. بس عشان اللي عايز يجي هنا يستفيد ويوفر فلوس اول ما يجي، هو بيبقى في عرض كل مليم، لو وفر $200 هتفرق معايا، بالنسبه ان في ناس بتيجي مش معاها فلوس كتير. فربنا يوفقكم يا رب ويحافظ على الناس كلها، وان شاء الله كده اعمل لكم فيديوهات ان شاء الله الاسبوع الجاي احسن من اكتر، عشان ما عملتش الاسبوع ده فيديوهات كتير. يلا اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، سلام.